السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من أهلاوي الأدب. صباح النصر، صباح السعادة، صباح الصدارة. الأهلي لما بيركب مفيش حد بيعرف ينزله، لا تقول لي بيراميدز ولا زمالك ولا إسماعيلي ولا أي حد. خلاص الأهلي عدى يا جدعان إن شاء الله. الصدارة تفتح الجدول كده تلاقي النادي الأهلي 69 نقطة، وراه اللقيط 69 نقطة، بس احنا فاضل لنا 7 ماتشات واللقيط فاضل له 4 ماتشات. فخلاص ان شاء الله باذن الله الدوري ال 44 في الجزيرة في النادي الاهلي. فوز امبارح صعب على المصري 1-0 بهدف العالمي اسامه ابو علي. عندنا هداف ما شاء الله دلوقتي نقدر نعتمد عليه، بنحس بيه في الماتشات المهمة، بنحس بيه جوه الملعب في كل تفصيلة، في السندة، لما اللعيبه بتسند عليه كمحطة. لاعب هداف برجله بالهيد ما شاء الله عليه. فأسامة أبو علي يعني خلاص خد مكان عند جماهير النادي الأهلي محدش هيعرف ياخدها في الوقت ده. محتاجين مهاجم تاني، طبعا محتاجين مهاجم تاني عشان الإصابات. لازم مهاجم تاني يجي يسند مع وسام عشان الإصابات. طبعا الموسم الكروي عندنا طويل جدا، يعني شوف بيبدأ في شهر 10 وينتهي في شهر 9، فالدنيا صعبة. يعني اللعيبه بتلعب سنه كامله تقريبا، ولاعيبه الاهلي بالاخص بيلعبوا طول الموسم. يعني الاهلي ما عندهمش اجازات، لعيبه الاهلي الوحيدين في مصر ما بياخدوش اجازات. فعايزين طبعا مهاجم قوي يقدر يسند مع اسامه ابو علي ويبقى في ظهره. خلاص الراجل حصلت له اصابه لا قدر الله، مش عارف حب يريح، مش عارف، لازم حد يكون موجود وجاهز كمان. كهربا مش في الفورمه، يعني بينزل بياخد وقت قليل، كولر بيديله وقت قليل دلوقتي بس مش في الفورم. يعني شايفينه بينزل بيضيع كور سهله. احنا عايزين مهاجم قناص اللي زي وسام كده، اللي هو من اقل فرصه يجيب لك جون. يعني في ماتش بيراميدز اللي فات 1-0 خلصنا الماتش من فرصه، طبعا تمريره سحريه من امام عاشور، لكن هو حطها بالهداوه كده وفي اللذيذ. والراجل الشناوي برضو كتر خيره خدمنا برضو. فعايزين مهاجم قوي زي ده. النهارده رضا سليم برضو مش عايزين ناخد حقه، لا الراجل عمل شغل حلو من ناحيه الشمال، وعدى 2 و3 ومعاه اللعيبه ماشيه جنبه والكلام ده، وهو مكمل ورفع رفعه ملهاش حل. ووسام طبعا رايح على الكوره مفيش. محمود جد قايم بيقول لهم اعمل لكم ايه. فوز مهم للنادي الاهلي على ما علينا، مش هنتكلم كتير، الله يرحم شهدائنا، لكن كان فوز مهم وضروري. وحكم اجنبي طبعا. انا كنت اتمنى طبعا باقي الماتشات بتاعتنا ال7 يتلعبوا بحكام اجانب، لكن ربنا يستر، يعني ربنا يستر ان شاء الله. الموضوع في ايد الاهلي زي ما قلنا. نشكر حبايبنا الزملكاويه امبارح اتعادلوا، يعني خدنا منهم الموسم ده 5 نقط في الهواء. يعني هم انسحبوا في الماتش بتاعنا خوف ورعب طبعا، وكمان اهدونا نقطتين في ماتش بيراميدز بعد التعادل. خيبوا ظن الناس كلها، لان كل الناس كانت بتقول الماتش فوز لبيراميدز، لكن الحمد لله يعني ربنا خلف الظنون. فان شاء الله خير، والاهلي ان شاء الله يكسب الماتشات اللي جايه كلها باذن الله، وكولر يعلم على كل الناس ويبقى اعلى مدرب عمل انتصارات متتاليه باذن الله في الدوري المصري. اشوفكم على خير باذن الله، وما تنسوش عندنا ماتش يوم الاثنين مع سيراميكا كليوباترا. يلا السلام عليكم.